أهلا بكم معنا اليوم. رح ندخل في تفاصيل قصة. يعني مصدرنا هالمرة مش دراسة أكاديمية، لا، هو أقرب لسيناريو فيلم أو قصة طويلة اسمها لغز المدينة المفقودة تحت الدار البيضاء. صحيح. وهذا النوع من المصادر بيعطينا زاوية مختلفة تماما. بالضبط. فمهمتنا رح تكون استكشاف القصة، نفككها ونشوف الأفكار اللي خلفها. القصة الأساسية يعني طالبة آثار اسمها ليلى بتلاقي بالصدفة مدخل لعالم غريب تحت الدار البيضاء. مم. والحقيقة القصة بتمزج بشكل واضح بين فكرة الأسطورة الحضارية، يعني وجود شيء قديم وغامض تحت المدينة الحديثة. هاي الفكرة موجودة كتير. أكيد. وبتمزجها مع المغامرة والاكتشاف الأثري. والمثير للاهتمام هو كيف السرد بيستخدم هالعناصر ليطرح أفكار أعمق عن التاريخ، المعرفة، وحتى الصراع الإنساني. طيب خلينا نبدأ من البداية. الشرارة الأولى، ليلى اللي هي طالبة آثار بجامعة الحسن الثاني، كانت مصرة على مشروع تخرج عن أسطورة المدينة القديمة تحت الدار البيضاء. طبعاً الكل كان يشكك فيها. وخاصة مشرفها الدكتور أحمد. تماماً، هو كان شايف الموضوع مجرد خرافة، أسطورة لا أكتر. يعني موقف أكاديمي متوقع نوعا ما. صحيح، لكن الصدفة بتلعب دورها. ليلة عاصفة بصير في تسرب مياه بقبو البناية القديمة اللي ساكنة فيها، وهناك بمساعدة جارها الحاج محمد بتكتشف جدار قديم ومدخل سري. يعني بداية كلاسيكية جدا لقصة مغامرات، مش هيك؟ تماما. نمط الاكتشاف العرضي هذا بنشوفه كثير، هو اللي بيحرك الأحداث فجأة. بس الحلو هون حسب وصف القصة هو إصرار ليلى المسبق. يعني فضولها الأكاديمي وشغفها بالموضوع هو اللي خلاها جاهزة تستغل هاي الصدفة. يعني مش مجرد صدفة عابرة. لا طبعا، هي كانت بتبحث عن إشي بتآمن فيه أصلا، وهذا بيعطي دافعها عمق أكبر. وهذا بياخدنا مباشرة للاكتشاف الأولي. القصة بتوصف كيف دخلت النفق مظلم ضيق بالبداية. وريحة المكان، يعني تراب ورطوبة، وصف حسي جدا. وبعد ما تمشي شوي الممر بيتوسع. وهون بتبدأ المفاجآت الحقيقية. الجدران عليها نقوش ورموز قديمة وغريبة. والمهم مش بس إنها قديمة، المهم إنها متنوعة. يعني مزيج من رموز أمازيغية، فينيقية، إسلامية، حتى أندلسية. شو دلالة هالتنوع؟ فوراً بيعطي إشارة قوية إنه هالمكان لو كان موجود فعلاً فهو كان ملتقى حضارات وثقافات مختلفة عبر فترات زمنية طويلة جداً. وبعدين بتوصل لقاعة كبيرة، وبالنص تمثال غامض لامرأة حاملة كتاب برونزي. تمثال امرأة وكتاب، رموز واضحة للمعرفة والحكمة. وحواليها 7 أعمدة رخامية منقوشة بالدقة كمان. المشهد يعني يوحي بالأهمية والغموض. بالتأكيد. التمثال والأعمدة السبعة هاي عناصر رمزية محورية بالقصة. الأعمدة غالباً بتكون حارس أو بوابة لأسرار أعمق. والقصة بتذكر كمان إنه على الجدران في خريطة للمدينة تحت الأرض وكتابات بلغات مختلفة. يعني تأكيد على فكرة إنه مركز للمعرفة. بالضبط. وبيفتح الباب لفك الألغاز. ونقطة مهمة كمان إنها وثقت كل شيء بالصور. ليلى يعني هذا بيعطي لمسة علمية للمغامرة. لكن الاكتشاف وحده مش كافي. بتحاول تقنع مشرفها الدكتور أحمد مرة تانية. وبرضه بيفشل الموضوع. للأسف. فهون بتتجه لصديقها كريم، هو مهندس كمبيوتر بس هاوي آثار كمان. اللقاء في مقهى الفراشة الزرقاء وعرض الصور عليه، هاي كانت نقطة التحول الثانية. صحيح، لأنه كريم بقرر يساعدها. وهذا منطقي جدا بالقصة. الاكتشافات الكبيرة نادرا ما تكون جهد فردي، لازم فريق. والسرد بيورجينا كيف انضم لهم يوسف خبير اللغات القديمة. دوره أساسي لفك الرموز طبعا. أكيد. وفاطمة المصورة المحترفة للتوثيق، ورشيد خبير الأنظمة الأمنية. تخصص رشيد بالذات مثير للاهتمام، بيلمح أنه في خطر جاي. بالضبط، إنه مش مجرد اكتشاف أثري هادئ. واستخدامهم لمعدات متطورة، زياراتهم السرية بالليل، كله بيرفع مستوى التشويق وبيأكد جدية المهمة. ومع الفريق بيصير التركيز على الأعمدة السبعة الغامضة هاي. بيتضح إنها مش مجرد زينة. لا، هي ألغاز، مفاتيح معقدة بتحرس مدخل قلب المدينة السري. القصة بتفصل أنواع الألغاز هاي بشكل كبير. نعم، السرد بسهب شوي بوصف طبيعة الألغاز السبعة. يمكن هون الإيقاع بصير أبطأ شوي، لكن المغزى من هالشي مش تفاصيل كل لغز بحد ذاته. المغزى هو التنوع الهائل. يعني شو أنواع المعرفة المطلوبة لحلها؟
كل شيء تقريبا. ألغاز رياضية بنظام عد قديم، نصوص تاريخية مشفرة بلغات مختلطة، خرائط فلكية مرتبطة بمواقع، معادلات كيميائية، ألغاز موسيقية، شفرات لغوية، حتى لغز فلسفي بالنهاية. واو، يعني مطلوب معرفة موسوعية. تماماً. وهذا التنوع بيأكد الحاجة لفريق متعدد التخصصات. الفكرة الرمزية هي أنه لازم تتكامل كل أنواع المعارف لتقدر تفتح أبواب الحكمة القديمة. فهمت، فالألغاز هي بمثابة اختبار كفاءة للفريق، وبتعكس طبيعة المعرفة اللي بتحرسها المدينة. والقصة بتقول إنه حلها أخذ أسابيع. وهاي الفترة اللي قوت العلاقة بين أعضاء الفريق. لكن طبعاً الأمور مش رح تضل سهلة، بظهر الخطر. متوقع جدا في هيك قصص. الفريق بيلاحظ إنه مراقب، سيارات غريبة، هواتفهم بتخترق، حتى محاولات اقتحام لبيوتهم. والقصة بتكشف مين وراء هالشي. شركة عقارات كبيرة، مستقبل المغرب. دوافعهم واضحة جداً. الطمع بالأرض وما تحتها. بدهم يبنوا مشروع سياحي ضخم. صراع كلاسيكي. البحث عن المعرفة مقابل الجشع المادي. والتوتر بيزيد أكتر بحادثة خطيرة جوا النفق نفسه. صحيح، بسمعوا أصوات حفر وبيكتشفوا رجال مسلحين بيحاولوا يفتحوا المدخل. وبيهربوا بصعوبة من مخرج طوارئ سري، وبيخسروا بعض المعدات والصور. هاي الحادثة هي نقطة اللا عودة. الموضوع صار صراع حياة أو موت. وخسارة الصور بالذات مؤلمة. أكيد، خسارة جزء من ذاكرة الاكتشاف. بيزيد من إلحاح المهمة وصعوبتها. وبوسط كل هالأحداث بتيجي مفاجأة. الدكتور أحمد المشرف المتشكك برجع للظهور. بس هالمرة بشكل مختلف تماماً. بيعتذر لليلى وبينضم للفريق. هذا التحول مثير للاهتمام فعلا. القصة بتبرره بأنه كان عارف بوجود شيء، بس كان خايف على سلامة ليلى. بس في دافع شخصي أعمق، صح؟ نعم، وهذا الأهم. بيكشف أنه والده كان باحث واختفى من 40 سنة وهو بيدور على نفس المدينة. يا إلهي. هذا بيعطيه بعد عاطفي للشخصية وبيخليه انضمامه مقنع أكثر. صار جزء من اللغز نفسه. ومساهمته كانت حاسمة. القصة بتحكي إنه ساعدهم يوصلوا لأرشيف سري بالجامع، الوثائق المحظورة. بالضبط، فكرة الوثائق المحظورة هاي بتفتح أبواب جديدة، مخطوطات وخرائط إضافية بتعطيهم مفاتيح لفهم أعمق للمدينة. يعني انضمام الدكتور أحمد كان نقطة تحول إيجابية جداً. بالتأكيد، أضاف خبرة وفتح أبواب كانت مسكرة. وبفضل هالمعلومات الجديدة والشغل الجماعي، الفريق أخيراً بحل الألغاز السبعة، وبينفتش قدامهم باب ضخم لقاعة المعرفة. شو لقوا جوا هاي القاعة حسب القصة؟ قاعة المعرفة هاي هي الكشف الكبير الأول. القصة بتوصفها ككنز حقيقي. بدل من عدد كل شيء، خلينا نلخص شو بتمثل. دليل على وجود مركز علمي متقدم جدا بالنسبة لعصره. مثل شو يعني؟ مكتبة فيها مخطوطات نادرة بعلوم مختلفة، أدوات علمية بتقنيات متطورة بشكل مدهش، مجسم دقيق وكامل للمدينة تحت الأرض، وسجل تاريخي شامل ممكن يعيد كتابة التاريخ المنطقة كله. والأهم يمكن فهموا ليش انبنت هاي المدينة تحت الأرض أصلاً. بالضبط. القصة بتقول إنها ما كانت بس ملجأ، كانت مركز لحفظ ونقل المعرفة. معرفة حضارات متعددة لجأت للاختباء تحت الأرض هرباً من الحروب والصراعات اللي كانت فوق، ليحافظوا على علومهم ومعارفهم. فكرة قوية جداً، ملاذ تحت الأرض للحفاظ على الحكمة من الدمار. صحيح. بتخلي المدينة مش مجرد آثار، بل رمز لاستمرارية الفكر الإنساني في وجه العنف، وبترفع قيمة الاكتشاف لإرث حضاري وإنساني. لكن الصراع ما انتهى. شركة مستقبل المغرب بتعرف بالموقع الجديد. مالك الشركة برسل فريق مسلح تاني للاستيلاء عليه. والفريق بيلاقي حاله محاصر جوا قاعة المعرفة. كيف كانت المواجهة النهائية؟ هون ذروة الصراع، بس القصة ما بتركز على مواجهة بالقوة. كيف دافعوا عن حالهم إذن؟ بذكائهم ومعرفتهم بالمدينة. القصة بتحكي إنهم فعلوا أنظمة دفاع قديمة ميكانيكية ومائية لحماية القاعة، واستخدموا معرفتهم بشبكة المياه الجوفية لإغراق الأنفاق وإعاقة المسلحين. وكمان قدروا يبعتوا إشارة استغاثة مشفرة للسلطات. بالضبط، يعني انتصار للعقل والمعرفة على القوة الغاشمة. وبتوصل قوات الأمن، بتم القبض على المسلحين وإنقاذ الفريق. يبدو أن النهاية سعيدة. تقريباً. بعد ما الدولة أمنت الموقع رسمياً، فضول ليلى ما بينتهي. شو اكتشفت كمان؟ ممر سري جديد جوا قاعة المعرفة نفسها. المدينة لسه بتخبي أسرار. وهذا الممر لوين وداهم؟ للاكتشاف الأكبر على الإطلاق بالقصة،
مكتبة أضخم بكثير بمستوى أعمق تحت الأرض. مكتبة تانية؟ شو بيميزها؟ هاي المكتبة هي ذروة الاكتشافات، محتوياتها بتتجاوز كل اللي شافوه قبل. آلاف المخطوطات في علوم ممكن تكون غير معروفة أصلاً، أو نظريات متقدمة جداً. وشو كمان؟ أدوات جراحية بتدل على معرفة طبية خيالية للعصور القديمة. نصوص فلسفية ودينية نادرة ممكن تغير فهمنا لتاريخ الفكر. والأهم يمكن؟ سجلات تاريخية لحضارات مفقودة تماماً، مش مذكورة بأي مصدر تاريخي معروف. هاي المكتبة زي صندوق بندورة للمعرفة المنسية. اكتشاف بحجم هائل زي هذا بيطرح سؤال المسؤولية. كيف تعاملوا معه؟ القصة بتقدم رؤية مثالية هون. الفريق بيقرر يأسس مركز أبحاث متخصص ومستقل لحماية ودراسة الموقع؟ تماماً، وبيبدأوا مشروع ضخم لرقمنة المحتويات عشان يحافظوا عليها ويشاركوها بالمستقبل. وكمان بيدربوا شباب محليين على الحفظ والترميم، وبيفتحوا جزء آمن بس للزيارات العلمية المتخصصة. رؤية متكاملة، حماية، مشاركة معرفية، وتنمية محلية. بالضبط. وبنفس الوقت الدكتور أحمد بيلاقي خاتمة لقصته الشخصية. ذكرت إنه والده اختفى. نعم، بيلاقوا رسالة من والديه جوا مخطوطة قديمة بتأكد دورهم كباحثين أوائل حاولوا يحموا سر المدينة، وبتركز على أهمية الحفاظ على هالبرث. لمسة عاطفية جميلة بتربط رحلته الشخصية بالهدف الأكبر. صحيح، وبتعطيه خاتمة مرضية. وطبعاً الفريق بيحصل على تقدير وطني ودولي. ليلى بتصير مديرة أول متحف تحت الأرض في المغرب. وباقي الفريق بينخرطوا بمشاريع حفظ التراث. نهاية سعيدة ومثالية تقريباً. تقريباً. لأنه القصة ما بتتسكر الباب تماماً. المشهد الأخير بعد سنة، ليلى بتكون بجولة تفتيشية وبتلاحظ ضوء خافت جاي من نفق جانبي لسه ما اكتشفوه. يعني ممكن يكون في طبقة أعمق. بالضبط. المشهد بيترك الباب مفتوح، بيوحي إنه الأسرار ممكن تكون أعمق، ورحلة الاكتشاف يمكن لسه ما انتهت. لمسة ذكية بتحافظ على الغموض للنهاية. إذن بعد ما استعرضنا ملامح هاي القصة الخيالية المثيرة، شو الأفكار الرئيسية اللي بنقدر نستخلصها؟ يعني واضح التركيز على قوة الإصرار والفضول العلمي، أكيد، في مواجهة التشكيك والسخرية. وأهمية العمل الجماعي، فريق متعدد التخصصات، وطبعاً الصراع الأبدي بين البحث عن المعرفة والجشع المادية. أتفق تماماً. والمثير للاهتمام هو كيف القصة بتستخدم هاي المغامرة الخيالية لتستكشف ثيمات إلها صدى بواقعنا. فكرة وجود طبقات من التاريخ تحت مدننا الحديثة هاي فكرة واقعية ومغرية دائماً. صحيح. والقصة بتحتفي بأهمية الحفاظ على التراث والمعرفة الإنسانية، وبتطرح أسئلة عن ملكية هالتراث وكيف نتعامل معه. وكمان بتصور ولو بشكل خيالي كيف ممكن الحكمة القديمة تقدم إلهام أو حلول لتحديات حديثة. هاي القصة مع إنها خيال بتخلي الواحد يفكر، هل ممكن فعلاً تكون في عوالم ومعارف مفقودة مخبأة تحت مدننا اللي عايشين فيها؟ سؤال مهم. أمل فعلاً.